مرحبا بك في قناة طور عقلك. في الدرس الخامس من كتابي الأب الغني والأب الفقير، هنفهم مع بعض فكرة عبقرية بيستخدمها الأغنياء علشان يحققوا ثرواتهم. الفكرة هي: الأغنياء لا ينتظرون المال، الأغنياء يخترعون المال. في ناس بتقضي عمرها بتدور على وظيفة، وفي ناس بتخلق الفرص وتصنع فلوسها بنفسها. في الفيديو ده هتعرف الفرق، وهتكتشف إزاي تقدر تبدأ تستخدم نفس الطريقة في حياتك. ماذا يقصد كيوساكي باختراع المال؟ كيوساكي بيقول: الناس الفقيرة والمتوسطة بتشتغل علشان الفلوس، أما الأغنياء بيخترعوا طرق جديدة لعمل المال. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة، فيه ناس بتعتمد على راتب ثابت، وفيه ناس بتصنع أفكار جديدة تستغل الفرص وبتخلق مصادر دخل خاصة بهم. الأغنياء مش أغنى لأنهم اتولدوا كده، لأنهم عرفوا يستغلوا الفرص لما الناس العادية تشوفها مخاطرة عقلية. المشكلة يساوي فرصة. الأغنياء دايما بيشوفوا المشاكل فرص. مثلا لما أسعار العقارات تنزل، الناس العادية تخاف، والأغنياء يشتروا رخيص. لما يحصل أزمة اقتصادية، الناس تقفل مشاريعها، والأغنياء يفتحوا مشاريع بأسعار أقل. الفكرة إنهم بيفكروا بإيجابية وذكاء، ويعرفوا إن الفلوس مش دايما من الوظيفة، ممكن تيجي من فكرة، من صفقة، من استثمار، من مهارة. أمثلة من حياة كيوساكي. كيوساكي بيحكي إنه شاف فرصة في سوق العقارات لما كانت الناس بتبيع رخيص لأنه مفيش مشترين، فاشترى شقق بأسعار قليلة وباعها بعد فترة بأضعاف ثمنها. هو ما استناش الحكومة تحسن الوضع، ولا فضل قاعد يشتكي، هو اخترع مصدر دخل جديد. الفرق بين الأمان والفرص: معظم الناس بتدور على الأمان، وظيفة ثابتة، مرتب آخر الشهر، معاش مضمون. لكن الأغنياء بيخلقوا الفرص، بيشتروا أصول، بيستثمروا في مهارات، بيبدأوا مشاريع، بيبادروا بأفكار جديدة. الأغنياء عارفين إن مفيش حاجة اسمها أمان مطلق، وإن اللي بيأمن مستقبله هو قدرته على خلق المال. كيف تبدأ تخترع المال؟ 1. طور عقلك المالي. اقرأ، اتعلم، اعرف إزاي الناس بتكسب فلوس بعيد عن الوظيفة. 2. دور على الفرص حواليك في السوشيال ميديا، التجارة، الخدمات، المنتجات الرقمية. 3. استثمر في نفسك التعلم مهارة عليها طلب: تصميم، تسويق، برمجة، تحرير فيديو، بيع أونلاين. 4. ابدأ بمشروع صغير حتى لو خدمة بسيطة، فكرة مشروع جانبي، قناة يوتيوب. المهم تتحرك. 5. اتعلم تتحكم في خوفك، لأن الخوف هو اللي بيوقف الناس، لكن الناجحين بيحطوا الخوف جنبهم ويبدأوا. دايما افتكر: الأغنياء لا يعملون من أجل المال، بل يخترعون المال. بذكائك وبتطوير مهاراتك ممكن تبدأ تعمل مصادر دخل من أفكار مش تقليدية. في الدرس الجاي هنتكلم عن: اعمل لتتعلم، لا لتكسب المال، ونفهم ليه التعليم المالي أهم من أي شهادة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك باقي الدروس. أنا مصطفى، ودي كانت قناة طور عقلك. نشوفك في الفيديو الجاي.